عمرك حسيتي ان انت بتبذلي مجهود كبير قوي وكل يوم بتحاولي وكل يوم بتعافري، وفي نفس الوقت بيجيلك لحظة بعد كل المحاولات دي تحسي ان انت رجعتي لنقطة الصفر تاني ورجعتي من الاول تاني؟ فلو انت من الناس دي اهلا بيكي، الحلقة دي معمولة ليكي. هلو من نص الدنيا الحلوة، انا دينا الحداد، وهدفي من البرنامج ده ان نوصل كل واحد لاحسن نسخة من نفسه ويكون مؤثر في المجتمع والناس اللي حواليه. ها بالإيجابية طبعا. لو انت بجد من الناس اللي كل شوية تحس ان هي رجعت من الأول تاني، وكل لما تعمل مجهود كبير قوي تحس ان هي رجعت لنقطة الصفر تاني، المشكلة غالبا في 5 حاجات بتعمليهم يوميا وهم دول اللي بيخلوكي ترجعي لنقطة الصفر تاني. وانا حبيت اقسمهم لك كده ل5 اسباب، فخلينا ناخدهم سبب سبب كده ونشوف الدنيا هتوصلنا لفين. وما تنسيش تقولي لي انت كنت بتعملي كام سبب منهم. اول سبب، وده انا هقسمه لحاجتين بالظبط. اول حاجه ان مفيش حد بيتغير من غير ما يكون حاطط خطه. يعني مفيش حد بيصحى صباح الخير النهارده انا هغير حياتي وهو مش عارف هو هيعمل ايه. لازم يكون في خطه، وخطه مدروسه كمان. اللي هي ايه يا دينا؟ اللي هي الفيجن بورد. اللي هي ايه يا دينا الفيجن بورد دي؟ اللي هي الخطه السنويه بتاعتك بتاعه السنه. ما عملناش يا دينا من اول السنه، اعملي من دلوقتي. ما عملناش من دلوقتي، اعملي خطه لكل شهر، خطه لكل شهرين، خطه لكل اسبوع. بس لازم يكون في خطه انا بصحى عشان امشي عليها. في نفس السبب الاول ده، ما ينفعش خالص نكون شايفين ان احنا المفروض اول لما نبدا لازم يكون عندنا حماس الدنيا. انا مش متحمس قوي النهارده، انا مش عارف ايه. على فكره اللي بيبدا وفعلا بيغير حياته مش بيكون متحمس، ده بيكون مرعوب ان هو مش عارف اللي جاي ده اذا كان صح ولا غلط، اذا كان هو خطط صح 100% ولا لا خطط صح 50 70%. التخطيط ده زي ما هو ليه حاجات حلوه وممكن توصلنا لحاجات حلوه قوي، وممكن يكون تفكيري كان في الوقت ده غلط ويوصلني لحاجات وحشه قوي اقل من اللي انا فيها دلوقتي. لكن بقى احنا كان مضحوك علينا في حته احنا لازم تبداوا يبقى عندكم شغف، ولازم تبداوا وانتوا جاهزين، ولازم تبداوا المكتب مرصوص قدامكم، ولازم تبداوا الدنيا فل 110. مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. اللي بيبدا دايما وبيغير حياته فعلا بيكون مرعوب من الحياه اللي هو رايح لها الجديده، بيكون مرعوب من الريسك اللي هو بيعمله دلوقتي، بيكون مرعوب من اللي هو يا ترى هو رايح على ايه ولا داخل على ايه، ولا المميزات ايه ولا العيوب ايه اللي هو هيقابلها وهيشوفها. مفيش حد بيبدأ وهو جاهز، الناجح بجد بيبدأ وهو خايف. تاني سبب، وده انا متأكدة ان احنا كلنا بنعمله، كلنا بلا استثناء، ان احنا نفسنا حياتنا كلها تتغير او تحديدا حاجة معينة تتغير، لكن احنا بنعمل نفس الحاجة كل يوم. بنصحى في نفس الميعاد، بناكل نفس الاكل، بنقعد مع نفس الناس، بنروح نفس الشغل، وبعدين بقى مستنيين نتيجة تتغير. ها الدنيا تتغيرش ليه؟ انا بقى بعمل اهو كل حاجه وبروح في نفس الحاجات، ليه الدنيا ما بتتغيرش؟ الدنيا فعلا بتبدا تتغير لما نبدا نغير حاجه صغيره. ميعاد نومي اخليه بدري شويه او متاخر شويه على حسب بتصحوا امتى. اخلي وقت صغير، الوقت ده انا بقعد اخطط فيه انا هعمل ايه الاسبوع ده. امسك ورقه وقلم افضي دماغي، اشوف انا بفكر في ايه، عايزه اعمل ايه، عايزه اسوي ايه، عايزه اروح فين، مش عايزه اروح فين. الناس اللي انا بقعد معاها دي، الناس دي مناسبه لاحلامي، مناسبه لطموحاتي ولا لا؟ مناسبه اللي بيقعدوا يتريقوا عليا ولا بيقعدوا يحفزوني اكتر وبيخلوني احسن وبيدوروا معايا وبيساعدوني ان انا اطور نفسي؟ محتاجه اقول لكم كل شويه ان الصاحب ساحب، ها، وان القعده اللي بنبقى قاعدينها حلوه دي لو الناس اللي فيها كويسه تبقى انت كويس زيهم، لو الناس اللي فيها مش كويسه هتبقى انت مش كويس زيهم. ومفيش تغيير على فكره بيحصل في يوم وليله طبعا الا اذا كان ربنا رايد ده، بس التغيير فعلا بيحصل واحده واحده، دقيقه دقيقه، يوم يوم، لحد ما توصلوا للي انتوا عايزينه في الاخر. تالت سبب ده وكلنا برضو عملناه، ان احنا بنقعد نفكر كتير قوي 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 قوي، ويجي وقت التنفيذ بقى نكون احنا تعبنا اوريدي من التفكير. خلاص انا طاقتي كلها خلصت في الورقه، طاقتي كلها خلصت في التفكير، بقالي 100 ساعه قاعد بخطط وبشوف هعمل ايه وهجيب البروجكت ده منين وهروح اجيب الماتيريال ازاي ومش عارفه اخطط ايه وهعمل ايه، ونيجي ننفذ بقى زيرو، ولا اي حاجه ولا اي تنفيذ، لان خلاص مفيش طاقه اقعد اعمل ده. خلي وقت للتنفيذ ووقت للتخطيط. ما ينفعش يكون وقت واحد رايح في كل حته، لان انت لو خططت بس عمرك ما هتعرف تنفذ، لو نفذت بس هيبقى تخطيطك زي الزفت. فلا، لازم يكون في بالانس، لازم يكون في وقت للتنفيذ ووقت للتخطيط. في حاجه اقولها لكم هتصدموا منها قوي، اوعوا تكونوا فاكرين ان انتوا طول ما انتوا بتتعلموا او طول ما انتوا بتاخدوا كورسات او طول ما انتوا بتحاولوا تبقوا احسن او وانتوا ما بتنفذوش ده على ارض الواقع. عايزه اقول لكم ان ده مش هيبقى تقدم خالص، لان التعليم اللي انتوا بتتعلموه ده مع الوقت بيتنسي. انا لو بتعلم لغه او بتعلم سكيلز او بتعلم اي حاجه وانا مش بمارسها كل يوم، مرتين في الاسبوع، 3 مرات في الاسبوع، مع الوقت هتتنسي. فهتبقى انت دلوقتي بتضيع وقت. لو انتوا بتعملوا كده فكروا كده نفسكم، انتوا دلوقتي بتتعلموا حاجه، السنه اللي فاتت انتوا كنتوا بتتعلموا ايه؟
ايا كان ايا كورس اللي انتوا اخترتوه، ايا كان اللي انتوا حاولتوه، هتلاقوا دلوقتي ان انتوا ناسيينه لان انتوا ما مارستوش ده. فخدوا بقى القاعده دي على كل حاجه في حياتكم، اي حاجه مش بتمارسوها تاكدوا ان انتوا هتنسوها. حاسه ان انا بقول شعر قوي، الله عليا. رابع حاجه بقى طبعا دي حاسه ان انا الكوين فيها، ان انتوا ما تخلوش حد يعني يقرر انتوا عايزين تعملوا ايه. ما تخلوش رأي شخص ممكن يكون مش مناسب معاكم هو اللي هيصيب رأيه وهيصيب الحتة اللي انتوا عايزين تعملوها. لو انا مش عارفه اعمل ده ولا ده ولا ده ولا ده، فتروحوا تقعدوا مع الشخص ده يقول لكم اه انا شايف ان ده كويس، ممكن يكون الكويس ده كانت ابعد حاجه بالنسبه لك، فانت عشان هو قال لك ان هو كويس فانت هتروح تجري عليه. انا عارفه ان الحته دي هتوجعكم قوي، بس فكروا معايا كده، كم مره حلمتوا بحاجه وكان نفسكم في حاجه ورحتوا اخدتوا راي حد والحد ده قال لكم لا، او الحاجه دي مش شبهكم، او الحاجه دي مش هتنفع، او ضحك كده ضحكه سخريه كده، او الحاجه دي مش مناسبه ليكم، ودفنتوا الحلم ده ومع الوقت اكتشفتوا ان دي كانت انسب حاجه ليكم، او ان الحاجه دي لو كنتوا عملتوها في الوقت ده كانت فعلا حياتكم هتتغير 180 درجه. اعتقد كتير، وانا اولكم على فكره كتير قوي حاجات كان نفسي فيها ورحت اخدت راي ناس في حياتي وفي الاخر جابوني الارض حرفيا وشدوني لتحت جدا جدا جدا، وفي الاخر لقيت نفسي انا ما عملتش ده، ولو كنت عملت ده في وقتها كانت بجد حياتي تتغير 180 درجه. بجد بجد خليكي صريحه من نفسك، كام خطوه خفتي تاخديها عشان كلام الناس؟ صدقيني الناس هتتكلم لو نجحتي وهتتكلم برضو لو فشلتي، فكده هتتكلم وكده هتتكلم، فليه بقى ما اعملش اللي انا عايزاه؟ ليه ما اعملش اللي انا مقتنعه بيه؟ ليه ما اعملش اللي انا هفشل فيه يا ستي؟ لان انا دايما بشوف ان الفشل ده 50 50. يعني ايه 50 50؟ يعني انا قدامي فكره، الفكره دي وارد تنجح وارد تفشل، بس لو انا عملتها ونجحت انا حياتي هتتغير. طب لو انا عملتها وفشلت، اه ازعل شويه بس انا لسه عندي كان احتمال نجاح، فليه ما ابصش على احتمال النجاح؟ اه في نسبه فشل، اه في نسبه فشل، بس يمكن تضرب وتنجح، ليه لا؟ خامس حاجه بقى ودي ممكن ناخدها من رابع حاجه، كل مره بتفشلي فيها او كل مره بتغلطي فيها بتحسسي نفسك ان دي النهايه، خلاص انزل يا ابني بالنهايه، خلاص الموضوع خلص والدنيا انتهت وخلاص كده الغي رحلتي، خلاص كنسل كل حاجه في حياتي وانا كده كده حياتي باظت فخلاص انا تمام. مع اني الطبيعي ان الغلط ده هو جزء من الرحله، ان الفشل ده هو حته من طريق النجاح. مفيش حد حياته كلها كانت نجاح 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 نجاح، ده الا لو هو ظاهر ده قدامكم على فكره، لكن ده مش طبيعي، لازم يكون في فشل عشان يكون في نجاح، وكل ما الفشل بقى اكبر كل ما النجاح بقى اكبر. مفيش حد في الدنيا عنده شركة كبيرة وبيخسر رقم صغير، مفيش، لازم اللي عنده شركة كبيرة ده بيخسر، يوم ما يخسر بيخسر رقم كبير، لكن بيعرف يعوضه تاني لو هو شاطر، لكن بيعرف يتجنب الخطأ اللي وقع فيه لما خسر المبلغ ده. الفرق بس ان في ناس قامت بسرعة من الوقعة دي وفي ناس حبت الوقعة او استسلمت للوقعة دي، خلاص انا مش هقوم تاني او خلاص انا مش قادرة تاني، او قاعده تعيط ان هي وقعت. لو انتوا قاعدين وحابين دور الضحيه قوي انجوي فيه، لكن دور الضحيه ده ما بياكلش عيش، ما بينجحش من الاخر. شفت عمرك حد عايش دور الضحيه ونجح؟ شفت عمرك بزنس مان او بزنس وومن طالعه بتتكلم قد ايه هي ما مكسوره وقد ايه هي حزينه وقد ايه هي زعلانه وقد ايه هي مش ناجحه؟ عمرك ما شفتي ده، عمري ما شفت ده. دايما اللي بيطلع بيتكلم، اتفرجي على اي حد ناجح في الدنيا هتلاقي دايما بيتكلم ان الدنيا يوم اب ويوم داون، الدنيا شويه فوق وشويه تحت، شويه الدنيا بتضحك وشويه الدنيا بتديك وبتجزمه. دي الدنيا، دي الدنيا ودي الحياه وده الطبيعي في اي بزنس، في اي حد عايز ينجح في الدنيا، دي الطبيعي بتاعت الحياه بتاعته، فلازم تتقبلوا ده. انتوا مش متقبلين ده ومستنيين بس ان انتوا تنجحوا بس، فاقفلوا الفيديو ده مش ليكوا اصلا. في النهايه اللي انا عايزه اقوله لك ان الحياه بتتغير لما انت تقرري تغيري حياتك، لما تبداي بخطوه صغيره قوي في اليوم، لما تبداي بخطوه صغيره قوي في اي حاجه انت عايزه تعمليها. ما تستنيش بقى يوم الاثنين ولا يوم السبت ولا من اول الاسبوع ولا من اول الشهر ولا من اول السنه ولا من اول الطريق ولا من اول اي حاجه. ابداي من دلوقتي ان شاء الله حتى ب10 دقائق في اي حاجه انت عايزه تعمليها، ان شاء الله حتى تقعدي تفكري في الحاجه اللي انت عايزه تعمليها بجد، لان ال10 دقائق اللي انا بقول لك عليهم دول صدقيني بعد سنه لو انت ما قعدتيهمش النهارده هتندمي ندم عمرك ان انت ما قعدتيش ال10 دقائق دول. عايزه افكرك ان الحياه دايما بتتغير بقرار، والقرار ده بيبقى هدف، والهدف ده بتبقى نتيجه بعد كده، لحد لما في يوم هتقفي قدام نفسك وتبصي وراكي كده تحسي ان انت مين الشخص اللي كان قبل كده ده، هو ده فعلا انا كنت في الحته دي وكنت عايشه وكنت راضيه وكنت تمام، انا دلوقتي احسن بكتير. فهستناكم لما تقولوا لي انا احسن بكتير، واكتبوا لي انتوا كنتوا بتعملوا كام حاجه من دول، وما تنسوش تيجوا على الانستجرام عشان بنقعد نتكلم ونرغي كتير قوي، واعرفوا ان انا بحبكم قوي. اشوفكم على خير.